كتير من لعيبة كرة القدم بيدور على ايه هي المكملات الغذائية اللي ممكن تساعده في تحسين السرعة والتحمل ومستويات الطاقة عنده عموما اثناء التدريب والمنافسات. علشان كده في الفيديو ده هكلمك عن اهم المكملات الغذائية اللي ممكن تساعدك في تحسين مستويات الطاقة والتركيز وتحسن من مستويات التحمل وسرعتك في التدريب. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان تشجعنا نستمر في تقديم محتوى افضل. الحقيقة في مئات من المكملات الغذائية الموجودة في السوق واللي ليها فوائد كتيرة محتملة، زي ان هي تزود الجسم بالطاقة او انها تحافظ على ترطيب الجسم او تحسن الوظائف الادراكية وتحسن عملية الريكفري او الاستشفاء من التدريب، وكمان تقلل من مخاطر الاصابات وتحسن من صحة الجهاز المناعي وغيرها من فوائد تانية كتير. ولكن خلينا متفقين ان الاساس الاكبر والمهم وهو التغذية المتوازنة اللي انت بتحصل عليها من خلال الاكل بتاعك علشان تقدر تحقق الفوائد دي. وقبل ما اقول لك ايه هي المكملات الغذائيه اللي بتدعم الاداء في كره القدم، عايز اقول لك ان مفيش ضمان او شيء قاطع يقول ان المكمل ده تاثيره هيكون 100% عليه. بمعنى ان ممكن يكون شخص انت تعرفه استخدم المكمل ده وكانت النتائج بتاعته كويسه جدا، ولكن انت لو جيت تاخد المكمل ده تكون النتائج بتاعته عكسيه تماما. وكذلك برضو ان ممكن يجيب معاك انت نتيجه كويسه ومع شخص تاني لا، لان في حاجه اسمها الفروق الفرديه ما بين شخص والتاني. كل شخص جسمه بيستجيب بطريقه مختلفه سواء للاكل او للمكملات الغذائيه. ممكن يكون انت عندك حساسيه لنوع معين من المكملات، فلما تاخده يحصل لك مغص او امساك او اسهال او اي اضطرابات في الجهاز الهضمي عموما، فبالتالي تعرف ان المكمل ده مش مناسب ليه. علشان كده لو انت لسه اول مره هتجرب المكمل ده فيفضل انك تستخدمه في التدريبات العاديه او في الماتشات الوديه، لكن ما ينفعش انك تجربه لاول مره في فتره المنافسات او في الماتشات الرسميه، لان لو افترضنا ان انت اول مره تاخده ولا قدر الله حصل لك اي اضطرابات في الجهاز الهضمي نتيجه المكمل ده، فده هيؤدي ان انت مش هتقدر تكمل الماتش. ولذلك برضو بنقول للعيبه لما بتكون مسافره لدول بره او بلد تانية هتلعب فيها ماتشات، بنقول له ما تجربش اكلات جديده. لو الاكله دي انت لسه اول مره تاكلها ابعد عنها وما تحاولش تجرب حاجة انت ما اكلتهاش قبل كده لأول مرة، علشان ممكن تعمل لك اضطرابات او مشاكل في الجهاز الهضمي وممكن جسمك يستجيب معاها بطريقة عكسية وخاصة في فترة المنافسات. اما بالنسبة لموضوع المكملات بقى، فبناء على توصيات بيان مجموعة خبراء التابعين للاتحاد الاوروبي لكرة القدم بخصوص تغذية اللاعبين النخبة في كرة القدم، وصفوا بأربع مكملات غذائية لدعم وتحسين الأداء الرياضي للاعبين كرة القدم. واول مكمل اتكلموا عنه كان الكافيين، وقال لك ان الكافيين بيعتبر منبه للجهاز العصبي المركزي وليه تأثيرات مولدة للطاقة، زي انه بيقلل من الشعور بالتعب ويحسن من القدرة على التحمل والتحكم في مستويات الحركة بشكل دقيق، وكمان يحسن الوظائف الإدراكية عند اللاعب وسرعة رد الفعل. وقال لك ان الجرعة الفعالة منه من 3 ل 6 مللي جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم. ممكن تاخده في شكل اقراص او مسحوق او علكة او مشروب قهوه قبل التمرين بساعه. ممكن تقسم الجرعه على مرتين، مره قبل الماتش ومره ما بين الشوطين. وقال لك انه يفضل انك تبدا بجرعات قليله من الكافيين علشان تقدر تقيم مدى استجابه جسمك ليه، ولكن اشاروا برضه لتحذير مهم، وقال لك ان الكافيين مدرج حاليا ضمن برنامج مراقبه الوكاله العالميه لمكافحه المنشطات اللي هي الوادا، وتم تصنيفه على انه ماده خاضعه للمراقبه في قائمه المنشطات المحظوره لسنة 2023 أو في ظروف معينة لو تم تجاوز حد معين من التركيز في البول. في الوقت الحالي مفيش أي قيود على تركيز الكافيين في البول لمعظم الرياضات، ولكن في بعض الرياضات بيحددوا حد أقصى لتركيز الكافيين في البول وهو 12 ميكرو جرام لكل ملي لتر من البول. فيعني احنا ممكن نقول إن الموضوع ده بعيد شوية، لأن ده بيتطلب نسب كبيرة جدا من الكافيين علشان يحصل، غير إن الجرعات العالية جدا من الكافيين بشكل مبالغ فيه ليها تأثيرات سلبية جدا على الصحة. وفي البيان ده برضو قال لك ان من التحذيرات والمخاوف من الجرعات العالية من الكافيين ان يكون ليه آثار جانبية زي القلق والغثيان والرعشة وانخفاض جودة النوم وعدم انتظام في ضربات القلب. ولكن زي ما قلنا في البداية ان الكافيين من الحاجات اللي هي ليها استجابات فردية، بمعنى ان انت اللي تقدر تحدد اذا كنت بترتاح مع الكافيين ولا لا. والمكمل التاني من المكملات اللي جات في بيان
بيان خبراء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن تغذية الرياضيين النخبة لتحسين الأداء الرياضي كان مكمل الكرياتين. وقال لك علشان الكرياتين بيحسن من مستويات تخليق الفوسفوكرياتين في العضلات، وبالتالي بيستخدم في الطاقة السريعة فينعكس على السبرنتات وسرعة اللاعب في الملعب، وكمان بيدعم وظائف المخ، فبالتالي ده ينعكس على الوظائف الإدراكية وسرعة رد الفعل للاعب. كمان قال لك إنه ممكن يزود كتلة العضلات من 1 ل 2 كيلو جرام بعد فترة التحميل، وإنه ملوش آثار صحية سلبية لو اتبعت التوصيات الخاصة به، زي شرب كميات كويسة من المية طول فترة استخدامه. أما بالنسبة للجرعة والاستخدام فقال لك في البداية إن مرحلة التحميل بتكون 20 جرام في اليوم متقسمة على 4 جرعات لمدة من 5 ل 7 أيام. بعد كده بتمشي على جرعة من 3 ل 5 جرام في اليوم بعد فترة التحميل. وقال لك كمان إنك لو أخدت جرعة الكرياتين مع مصدر للكربوهيدرات والبروتين هيحسن من امتصاص الكرياتين في العضلات. أما بقى المكمل الثالث اللي جاء في بيان خبراء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كان مكمل البيتا ألانين. البيتا ألانين هو حمض أميني بيكون موجود في العضلات، بيتم تخزينه على شكل كارنوسين. من ضمن وظائفه انه بيأخر من ظهور اللاكتيك أسيد، وبالتالي ما تحسش بتعب بسرعة في التمرين. وكمان الدراسات أثبتت انه بيحسن من مستويات التحمل والقوة العضلية، وتحديدا في التدريبات اللي بتكون شدتها عالية. علشان كده بيكون مهم في الجري والسرعات في الملعب وتحسين تحمل السرعة، وهو مش بيكون موجود في المصادر الغذائية بشكل كبير بالشكل اللي ممكن يحقق فرق في الأداء الرياضي. علشان كده بيفضل استخدامه كمكمل غذائي. وقال لك ان من الآثار الجانبية للمكمل ده هو انك بعد ما بتاخده بتحس بحكة كده في الجلد، ولكن ده بيكون في البداية بس، وبيبدأ التأثير ده ينخفض تدريجيا بعد ما بتاخد المكمل. والجرعة منه بتكون حوالي 6 جرام متقسمة لجرعات صغيرة من 8 من 10 ل 1.6 من 10 جرام لكل 3 ل 4 ساعات. بيقول لك ممكن تاخد المكمل ده في مدة من 4 ل 12 اسبوع، وده طبعا بجانب التخطيط الكويس لبرنامج التدريب والماتشات. اما بقى المكمل الرابع اللي جاء في بيان خبراء الاتحاد الاوروبي لكرة القدم كان مكمل النيتريت. النيتريت هو مادة طبيعية موجودة في الجسم، وليه دور مهم في وظائف فسيولوجية كتير زي توسيع الاوعية الدموية ونقل الاكسجين وانتاج الطاقة. وفي السنين الاخيرة زاد الاهتمام بدوره في تحسين الاداء الرياضي، والدراسات لقت ان مكملات النيتريت حسنت من الاداء الرياضي عند الرياضيين، وخاصة في تدريبات الهيت او في التدريبات اللي بتكون شدتها عالية. وكمان تقلل الشعور بالتعب وتحسن مستويات الريكفري بعد التدريب، وزيادة كفاءة استخدام الاكسجين، وبالتالي تحسن من عملية التحمل. والجرعة بتاعته من 400 ل 800 مللي جرام، ممكن تاخده في شكل جرعة واحدة او جرعتين قبل 2 ل 3 ساعات من التدريب او المباراة. وبس كده. اخيرا بقى قبل ما نختم عايز اقول لك على حاجتين مهمين. اول حاجة زي ما قلنا في البداية ان الاساس هو البرنامج الغذائي. المكملات دي عاملة زي الكريزة كده اللي بتكون محطوطة على التورتة من فوق، يعني ما ينفعش نعتبرها بديل لاي عنصر غذائي. الحاجة التانية بقى ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هنتكلم عن تقسيم الوجبات للاعب كرة القدم مع التغذية الخاصة بايام المنافسات والمباريات ومواعيد وجرعات المكملات الغذائية، ومع الوجبات في فترة المنافسات والاعداد. استناني بقى في الفيديو الجاي، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات اول باول. سلام.